وكذلك ناصر المزراوي وبالهنده. اذا كان ناصر المزراوي وبالهنده هو عفوا وحكيم زياش لا نقاش في رسميتهما، فالدقائق اللي لعب بالهنده الاخيره تركت على مسيره كبيره. بدا الرجل زاد كيلوغرامات كثير على مستوى الوزن، وبدا بعيد من بالهنده اللي كنعرفوا اللي هضر في 5 سنين، حتى انه لما انتقل من غالاتا سراي لديمير سبور ما كيلعبش وسط الميدان. مدرب الفريق التركي يوظفه كقلب هجوم. الجواب واضح. قد يسال البعض لماذا قلب هجوم ماشي خط الوسط؟ لانه بالهنده فقد كثير من امكاناته وخفته ورشاقته في خط الوسط، فرمى به المدرب ديال ديمير سبور في الخط الامامي، لانه عنده لاعب مهاري يمكن يجيب ضربه خطا، يمكن يستغل تدريبته في هفوه دفاعيه ويسجل. على اي دخول بالهنده واحد 30 ولا 25 دقيقه في هذه المباراه ديال الباراغواي جعل الجمهور الرياضي ياخذ واحد الفكره بالهنده. صحيح كان في كاس العالم كان من اللاعبين المهمين، على الاسف غيابه 3 سنوات على الممارسه في الفريق الوطني، العد التنازلي له في الانديه من الانديه الكبيره للفريق ديمير سبور، تقدم في السن، كل عوامل لعبات باش تجعل بالهنده بعيد صراحه بان بعيد. حتى انه لا غتمشي الا غيديه المدرب وليد الركراكي نهايه كاس العالم ويلعبوا 30 او 25 دقيقه، الا لعب بنفس السيناريو اللي لعب المباراه ديال باراغواي غادي يكون يعني يكون من الحيف انه ما يكونش لاعب اخر مكانه اللي يكون صغير السن ويكون رشيق وسريع ويقوم بالادوار المنوطه به. على اي هذا لا ينقص ابدا من قيمه بالهنده كلاعب. كان عنده امكانات، وكان فيما مضى عنده امكانات مهمه، كان واحد من اللاعبين المؤثرين في الفريق الوطني. كما قلت العوامل اللي ذكرت منذ قليل اللي جعلته انه ما يبقاش في الفورمه الكبيره اللي كان كيعولها الجمهور، اللي كان كيعرفوا بها الجمهور فيما مضى.